نمشيو مع طارق أساحي. حصاد وفير واكتشافات واعدة في مشاركات مكثفة. هذا هو عنوان نهاية شهر أفريل اللي عاشت على وقع الرياضة التونسية في نسق متواتر وسريع على مستويات قارية وإقليمية في سنة باش تشهد بطولات عالمية في اختصاصات متعددة. البداية مع صناع الأمل اللي عادوا مظفرين من مراكش بعد مشاركة في دورة الجائزة الكبرى للباراتليتيزم ب 12 ميدالية منها 6 ذهبيات، والامتياز كالعادة لمروة براهمي اللي حققت رقم عالمي جديد في رمي الصولجان في بطولة شهدت اكتشاف وجوه صاعدة على غرار الشاب أيمن لكوم. في الرماية كان الامتياز لعلى عثماني اللي حقق ذهبية مسابقته المفضلة مسدس الهواء المضغوط 10 أمتار خلال البطولة العربية بالقاهرة، بطولة شهدت اكتشاف أبطال واعدين على غرار حاملة برونزية المسابقة الشابة أفنان العروسي. القارة السمراء عاشت على وقع زوز بطولات قارية شهدت تتويجات تونسية متعددة. البداية مع بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بالموريس 41 ميدالية منها 12 ذهبية في بطولة بعناوين متعددة، أولها الامتياز والعلامة الكاملة بثلاث ذهبيات وكل من ميسة خضراوي عز الدين معيق وأمين بوحجبة. ثانيها عودة غفران بالخير للمنافسات بعد غياب، وثالثها تأكيد كارم بن هنية تربع على عرش اختصاصه للكان رقم 11 على التوالي. دائما في أجواء القارة السمراء مع كان الجودو اللي عرفت فيه تونس التتويج ب10 ميداليات منها 2 ذهبيات بإمضاء أميمة البديوي والسوار الذوالي، نضيفوا لهم برونزية مسابقة الفرق. العاصمة الأثيوبية أديس أبابا كانت نافذة قارية على دورة كأس الرئيس للتايكواندو المصنفة من فئة 30 نقطة، والحصيلة كانت 10 ميداليات منها 6 ذهبية لزملاء فراس القطوسي. تونس شهدت تنظيم دورات دولية منها بطولة أفريقيا للجولف أواسط بمشاركة أكثر من 70 لاعب من 12 دولة. منتخب الوسطيات صعد على البوديوم وأحرز الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق بفضل تألق الثلاثي إسراء بوعمر، ياسمين إدريس ولينا البرهومي. وفي عادتها في التنظيم جماعة كرة الطاولة نجحت من جهتها في تنظيم دورة تونس الدولية للأكابر اللي عرفت مشاركة عمالقة الاختصاص مع تتويج تونسي بفضل وسيم الصيد اللي أحرز برونزية الزوجي مختلط، بالإضافة لتنظيم دورة شمال أفريقيا للاختصاص.